السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو أول مرة تشوفيني معاكي أختكم مكرمة، متنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. طبعا الفيديو دوت مستبق من الفيديو اللي لسه نازل. يعني هو دوت كان الفيديو على بعضه، وانا لما حسيت ان هو هيبقى طويل فقلت اقصره لكم شويه. ده ايه؟ ده تنظيفات اللي هو الكرشه والفشه ولحمه الراس والاكله اللي انا كنت عاملاها وكده. فانا طبعا نضفتها لان هي كانت جايه لي من الجزار زي ما هي، فاوريكم بقى نضفتها ازاي. معايا كده ايه الفش. اول حاجه الكرشه طلعت منها اللي هي الحلويات ديت، وحطيتها في بلاستيكه كده وحطيت عليها شويه ميه و3 معالق او 4 معالق من جير. ايوه جير، ما انت كده بتشطفيها كويس تمام. بس الجير دوت هياكلها معاكي ويخليها تنضف بكل سهوله وبكل يعني ايه، بدل ما تحطي بقى ميه سخنه وترجعي تنضفي وميه سخنه وترجعي تنضفي وتتلسعي وتتبهدلي وكده. لا، الجير دوت في ثواني كده هتشوفوا معايا كل حاجه في الفيديو. بس ايه، تابعيني للاخر، متنسينيش بلايك، بالله عليكم اللايك هو اللي بيدعمني وبيرفعني. طبعا مسح الرخامه بتاعتي بقى ومطهراها عشان انا ما عنديش بلانشه تمام. هبتدي بقى ان انا اقطع عليها الفشه بتاعتي كده المكعبات صغيره. طبعا السكينه كانت زلاني لان السكينه اللي عندي مش حاميه خالص، فزلتني بصراحه. اهو بصوا بوريكم ان انا يعني قطعت كميه سريعه انا ازاي. هوب خلصت خلاص، شفتوا السرعه؟ تمام كده. كنت خلصت الفشه، حطيتها بقى تحت الحنفيه تتشطف معايا، واتضيرت برضو قلت اقطع لحمه الراس بالمره وانا واقفه عشان كل حاجه تبقى جاهزه معايا. ساعه ما اقف على البوتاجاز يبقى تمام. ولعت بقى على حله ميه دي الكرش سلقه كده للفشه، عفوا للفشه سلقه كده عشان خاطر ايه يعني لو فيها اي حاجه دم كده تنزل، وفي نفس الوقت عشان السوا، لان انت عشان خاطر ايه هي ما بتستويش، ما بتاخدش السوا الكامل في الصلصه او في الطريقه اللي انت هتعمليها، فلازم تديها السلقه دي يعني. طبعا بقى لو عايزين تشوفوا الفيديو التاني كامل بتاع الاكل وكده هسيب لكم اللينك بتاعه في اول الكومنت ماشي. وهو بصوا بقلبها بقى كده، وطبعا طول ما انا واقفه برضو ايدي فيها وكده. بعد ما قطعت لحمه الراس ونضفتها وركنتهم كده خلاص على جنب تمام. تعالوا بقى نشوف الكرشه بتاعتنا نشوفها ننضفها ازاي. زي ما انتم شايفين مسكت السكينه بصوا في ثانيه والله يا جماعه ما اخدت مني ثانيه، فاقل من الثانيه كمان، وبقى كل الكلام ده يطلع. بصوا شايفين يعني في ثانيه بقت بفطه بيضه، فاهمه؟ وما تقلقيش من الجير ولا حاجه، ما بيعملش حاجه. انت كده بتغسليها كويس مره واثنين وثلاثه تمام، فما تقلقيش يعني منه تمام. اهو بصوا في ثانيه كده بتنضف معايا. بصوا شايفين مفيش اي حاجه والله، ميه سخنه بقى ولا نتلسوع ولا الكلام ده. بصوا بقى بعد ما شطفتها بقت بفطه بيضه ازاي ماشي. مش قادره اوصف لكم كان جمالها، ومفيش اي ريحه مثلا فيها ولا الكلام ده. وهنا بقى كنت حضرت، ده بدايه الفيديو التاني، كنت حضرت كده ايه للتعمير، وغسلتها بقى بملح وليمون، وغسلت كل حاجه معايا، قطعت البصل، ضربت الطماطم عشان اكلتي تبقى سريعه وجاهزه. وقسما بالله كانت اكله تحفه. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.